كيفكم؟ عارفين يا جماعة لما بنبقى في رحلة البحث عن العمل وبنقدم على شغل من خلال الإيميل، الرحلة دي إلى أن نوصل إن احنا نمضي عقد. هاي أنا اسمي ميلودي عبدو، أنا هنا بتكلم عن كل ما يخص رحلة البحث عن العمل، من كتابة CV بقى لتحضير الانترفيو للتعامل مع المدير والحصول على الترقيات وما إلى ذلك. يعني بنبقى اولا عايزين نبعت لهم السي في على الايميل، وبعدين نتابع معاهم هل شافوه ولا لا، ولو شافوه بعتوا لنا ان احنا نروح انترفيو، بعد الانترفيو عايزين نشكرهم عليه او ان احنا نبقى بنصحصحهم كده عشان يدونا اجابه. وبعد كده هل ان شاء الله يعني لو اتقبلنا عايزين يبعتوا لنا اوفر او نروح بقى نمضي. لما نمضي العقد طبعا في مناوشات في النص بتحصل، ان احنا بنيجوشيت الاوفر او بنوافق على طول او بنبقى عايزين وقت نفكر وما الى ذلك. وبعدين اخر حاجه خلاص اتعيننا بقينا معاهم، فعايزين بقى قال يعني ايه انهم باعتين كده حاجه للناس كلها نعرفهم ان احنا بقينا هنا يا جماعه. هذا الفيديو بقى عشان نخلص هعمل فورمات او اسطمبات لطريقه كتابه الايميل بالعربي في هذه المواقف كلها. هيفروا ورا بعض هم، فيو كان بوز الفيديو او خدوا سكرين شوتس او حاجه. ولو عايزين الايميلات بالانجلش هحطها في حته هنا، يعني ممكن في الكارد اللي بيبقى فوق ده او في اخر الفيديو او في الديسكريبشن بوكس هنشوف. اول صيغه للايميل هكتبها هي ان احنا لقينا وظيفه وعايزين نبعت بقى CV او نقدم عندهم على شغل. نعملها ازاي؟ تاني صيغه هتبان على الشاشه دلوقتي هو لما نقدم وصحراء مفيش اي حاجه واحنا عايزين نسالهم طب ايه بصيتوا عليه ولا خلاص كده ولا ايه. تالت صيغه حضرنا الانترفيو وعايزين نشكرهم ونفهم الفيدباك منهم ايه. رابع صيغه بعتوا لنا الجوب اوفر واحنا عايزين يا اما شويه وقت نفكر فيه يا اما عايزين نيجوشيت الاوفر اللي هم بعتوه. بقى قبلنا الاوفر اللي هم باعتينه فعلا ومبروك علينا كلنا. خامس صيغه وهي ان احنا خلاص اتعيننا او دخلنا الشركه، فعايزين ان احنا نبتدي يعني كاننا بنبعت ايميل كده بنعرف الناس اللي في المكان ان احنا بقينا معاكم يا جماعه وده الكونتاكت بتاعنا ومتحمسين للشغل سويا. ارجو ان هذا الفيديو كان يبقى مفيد باي شكل. وبصوا يا جماعه زرار لونه احمر كده اللي مسوه بس. شكرا ليكم والقاكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم.